السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا عشاق زيت الزيتون، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير دايما. كمقدمة كل فيديو يعني كنشكر المتتبعين ديالي اللي ما نساونيش. كما قلت لكم فيديو سابق كنت قد بدلت الاسم ديال القناة وعاودت رجعته للاسم اللي كان عليه من قبل، هدايا شانيل. ومرحبا والف مرحبا بالمتتبعين ديالي القدام وحتى الجداد، الناس اللي باقين معايا مستمرين معايا من الاول حتى الاخير. شكرا لكم، كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم في القناه ديالي وعلى الاعجاب والتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. شكرا لكم بزاف. بالنسبه للبث المباشر يعني ما بقيتش نفتح بث مباشر، نكتفي بالفيديوهات وبالفيديوهات القصيره والفيديوهات العاديه الطويله بحال هادو. ومرحبا والف مرحبا، كنتمنى منكم ما تنساونيش وما تبخلوش عليا، راكم كتنساو دائما لي لايك يعني بالنسبه للناس اللي كيدخلوا ويتفرجوا في الفيديوهات، والناس اصحاب القنوات يعني كيدخلوا، والله يهدي الجميع. يعني كيقدروا يدخلوا ما كيخليو لك لا لايك وكيخليو لك تعليق بدون مشاهده، وهذا راه كيضر القناه بزاف. يعني من الاحسن اللي ما غيشاهدش الفيديو بلا ما يدخل ولا يخلي شي تعليق ولا شي حاجه. المهم هذا يعني كواحد تنبيه بسيط نوجهه لاصحاب القنوات. يعني كلنا في اتجاه واحد كما كنقولوا يعني، وكلنا في مركب واحده. نتمنوا الخير لبعضياتنا باش يعني كل شيء يعني يوصل. ومرحبا والف مرحبا بالناس الجداد اللي يلا غينضموا للقناه ديالي او كيدخلوا عبر الفيديوهات القصيره. شكرا لكم، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني باش دائما نجيب لكم الجديد. الفيديو ديال اليوم يعني غنتكلموا على زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي ما كتخطى حتى شي اسره مغربيه ولا عربيه بصفه عامه. زيت الزيتون يعني كيبغيه الكبير والصغير، وحاجه اللي صحيه بعيدا على الزيوت النباتيه، بعيدا على انواع ديال الاجبان يعني المصنعه اللي ما صراحه راه بزاف ديال الانواع ما فيهاش. وغادي نقولوا يعني الحوايج الصحيه معروفه والناس صبحت يعني عندها واحد الوعي واحد الثقافه كبيره يعني، وكيعرفوا اشنا هو الحوايج اللي صحيه والحوايج اللي ما صحياش للاسف. ونتمنوا يعني جميع الامهات يعني يعرفوا الحويجات اللي كيضروا الصحه ديال الوليدات ديالهم، يعني يبعدوهم عليها قدر الامكان. ما فيها باس يعني الانسان راه ماشي غادي يستغنى على بزاف الحوايج، ولكن ضروري الانسان يعني مره مثلا بحال المشروبات الغازيه الانسان كيبتعد عليها، ولكن مره كتكون شي مناسبه ولا شي حاجه الواحد كيتغاضى. وتا الوليدات يعني ما غاديش يمكن ليهم غادي تحرميهم حرمان يعني بمره واحده، ولكن ما فيها باس واحد المره في الشهر او مره في شي مناسبه او عراضه او شي حاجه، يعني ما غاديش تحرميهم ولا تحرمي حتى راسك، يعني لا بد كتشهي شي حاجه. ولكن صراحه ولينا كنشوفوا بزاف الحوايج اللي يعني ما كانتش يعني، ومنها الامور ديال الغش في المواد الغذائيه، وهذا هو اخطر حاجه. يعني لو يعني كناخذوا واحد الحاجه وبالثمن ديالها، كما كنعرفوا دابا على زيت الزيتون انه وصل واحد الثمن اللي يعني كنقولوا خيالي بالنسبه للناس الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره. اما الناس الطبقه ديال الناس اللي ميسورين راه ما عندهمش مشكل. بالنسبه للطبقه المتوسطه في جميع الدول وبالخصوص في يعني في كل الدول راها ولات متضرره بزاف يعني، ونسال الله السلامه ونتمنوا يعني يتغير الحال الاحسن ورجعوا لذاك الايام يعني كانت الاسعار وكان كل شيء بخير وعلى خير. والحمد لله على كل حال. الله يرزق الواحد غير الصحه والسلامه، هادشي اللي كنقولوا دائما. هذا هو المثل اللي نقولوه دائما، ونتمنوا ان الاحوال ترجع كيف ما كانت ان شاء الله، وكل حاجه يعني يكون ربي نتمنوا يعني ربي يرزقنا بالامطار ان شاء الله، امطار الخير. ونتمنوا يعني يكون عندنا واحد المحصول يعني زوين بزاف ديال زيت الزيتون يعني في القريب العاجل ان شاء الله. كما كنعرفوا انها يعني سنوات الجفاف يعني يعني تابعات، وكان عندها واحد النتائج اللي صعيبه بزاف على المحاصيل بحال زيت الزيتون بحال الزيتون بحال بزاف الحوايج. هادشي علاش الثمن ديالها انه ارتفع، هادشي اللي كنسمعوا هادشي اللي كنعرفوا. ما عرفتش السبب يعني اللي وصل لي لهذا الثمن. يعني لتر ديال زيت الزيتون يعني وصلت حتى 2400 ريال الليتر، يعني ثمن اللي واحد زياده صاروخيه وفرق كبير يعني ما بين السنوات الاخرى. هاد السنه يعني تزاد بزاف. والموضوع اللي كنت باغا نهضر عليه انه يعني زيت الزيتون
يعني ولينا كنشوفوا كما كنقولوا الغش في بزاف د المواد الغذائية، وهذا هو أصعب شي. يعني في بزاف د الحوايج غنهضروا فيديو مقبل إن شاء الله على واحد المادة أخرى حتى هي فيها الغش، غنهضروا فيها إن شاء الله، وغادي نقولوا نصائح لبزاف د الناس اللي ما عارفاش. أما كاينين الناس تبارك الله ما شاء الله عندهم دراية وكيبحثوا وكيشوفوا، كاينين الناس اللي ما عندهمش مثلا الوقت أو ما كيعرفوش المعلومة. احنا من هاد القنوات يعني كنحاولوا أننا نوصلوا الفكرة، ونتمنى يعني تبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم. احنا غادي نهضروا لكم على واحد المشكل اللي كيدار يعني في زيت الزيتون، وما كيديروهش يعني الكل، ما غاديش نعممو بصفة عامة، ولكن هذا المشكل راه مطروح وأغلبية الناس كيعرفوه. زيت الزيتون معروفة الفوائد ديالها يعني على كل حاجة كتحتويها. يعني زيت الزيتون فيه العناصر الضرورية كلها لصحة الجسم، وكينصحوا به يعني أخصائيين ديال التغذية، دكاترة. زيت الزيتون عنده واحد الفوائد سبحان الله، يعني لا للأكل ولا للتجميل. كيف ما نصحنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكل ودهن، يعني مفيد لبزاف د الحوايج، يعني البشرة للشعر. زيت الزيتون كيدخل في مواد جميل يعني في بزاف د الحوايج. يعني ولو كان بغيناه مثلا التجميل، يعني ما خاصوش يكون مطحون مع الملح، يعني الملحه ما تكونش فيه. هذا ولا بغيناه يكون صالح للتجميل او للشعر، نستخدموا الشعر خاصو ما يكونش مطحون بالملحه، يكون مطحون يعني زيت زيتون بوحده. هذاك هو اللي كنستعملوا الشعر او الوجه ديالنا او الجسم. وإلا بغينا نحيدو منه حتى ديك الملحه اللي كان مطحون بها، يعني كان نديرو في حمام مريم، وكان على عافيه اللي تكون مهيله، وكنخليو بحال يغلى كيتبخر منه داك الملح، ما كيبقاش، نخليوه حتى يبرد، وكنحتفظوا به يعني في قريعات ديال الزاج، ونعملوه يعني الوصفات للشعر وحتى الوجه ديالنا والجسم. هذه هي الطريقه ديالته. المهم هذا ماشي موضوعنا، يعني نقطه كتوصلك لنقطه اخرى. كيما قلت لكم زيت الزيتون يعني بزاف الناس اللي كيبيعوه الله يهديهم، الله يهدي الناس اللي كيديروا هذا الغش في هذه المواد. يعني كيستعملوا زيت نباتي، كياخذوا زيت نباتي وكيضيفوا ليه واحد المنتوج تاني او حاجه، واحد العنصر اخر اللي هو هاد الفنيده، يعني بهاد هاد الحبوب. يعني معروفه هاد الفنيده الخضراء، معروفه الناس ولاو كيعرفوها، اغلبيه الناس كيعرفوها. وكنتمنى اللي كيعرف هاد المعلومه يعني يخلينا ويشاركنا افكار، ولا نسيت شي حاجه مثلا شي فكره او شي حاجه ما ذكرتهاش في الفيديو، نتمنى تخليوها ليا في التعاليق. كيستعملوها، كيضيفوها لهاد الزيت النباتي وكيحركوها مزيان، كيحركوها مزيان هذيك الفنيده حتى كتذوب وكتعطي زيت الزيتون. كيبان لك اللون ديالها اخضر، سمحوا لي اللون راه ما باينش في الفيديو، الكاميرا عندي شويه ناقصه في التصوير، ما كتعطيش اللون كما هو، وكتعطي اللون ديال زيت الزيتون. يعني كتشوفوه كتسحبوه انه زيت الزيتون، بالخصوص الا خلطنا داك زيت الزيتون وبقاو كيحركوه كيولي يبان لك انه زيت الزيتون جديد، يعني يلاه معصور كما كنقولوا الطحنه الاولى، او فهمتي يعني هذا هو اللون والنتيجه اللي كتعطينا. ولكن هذا راه غير زيت، انا راه حاولت غير نوريكم هذا زيت زيتون اصلي، يعني ما فيش هادي. وبالنسبه لهاد الفانيده الخضراء انا حاولت انني نشبهها لكم، هذه راه غير حبوب سبيريلنا عندي انا، حاولت انني نوريها لكم باش ما تقولوش راني كنغش في زيت الزيتون او كنبيع زيت زيتون مغشوش، غير حاولت نشبه لكم. كاينه واحد كيقولوا بحال هاد الفانيده كتكون خضراء، هي اللي كيستعملوها الناس اللي كيبيعوا زيت الزيتون وكيغشوا، ولكن ماشي الناس كلهم كما كنقول، باش انني نكون يعني واضحه، ماشي الناس كلهم. كاينين ناس يعني ناس يعني ناس اتقياء كيبيعوا زيت الزيتون وما كيغشوش، ولكن كاينين الناس اللي كيغشوا في زيت الزيتون، كياخذوا زيت نباتي وكيديروا فيه هاد الفانيده الخضراء، وكيولي انه كيبيعوا لك بثمن زيت الزيتون. وانا هاد الغش راه شفتو بزاف د الحوايج، راه شفتو حتى في زيت ارغان للتجميل. انا بالصدفه خدت واحد زيت زيتون من واحد المحل، زيت ارغان للتجميل خدته من واحد المحل، ولكن للاسف ملي جيت انني نقلبو يعني وجيت باش غادي نستعمله، تصدمت وتفاجأت ان هذاك الزيت يعني مغشوش، مع ان العلبه يعني
مغلقة الحكم وفيها التيكيت ديالها ومكتوب عليه زيت أرغان للتجميل وجميع المعلومات. ملي جيت كنفتحها كنتفاجئ وكنشوفو زيت نباتي، بلا ذكر الأسماء. زيت نباتي معروفة يعني في المغرب، زيت نباتي هي اللي معبأة بها هادوك القنينات، وتباعت بثمن غالي على أساس أنها زيت أرغان للتجميل. وهذا يعني شي حاجة اللي كتحز في النفس. يعني خايب باش نشوفوا هاد الشي، يعني الناس ولات كتضطر أنها تغش في هاد الشي كاع كامل. مثلًا العسل الحُر، المنتوجات الطبيعية يعني الإنسان يغش فيها، يعني غتضر الناس، ماشي غتضرهم في جيبهم وإنما غتضرهم في الصحة ديالهم. على الأقل خلّيو هاد المنتوجات. كنتمناو الناس يعني يسمعوا هاد الفيديو ويشاركوه مع الأصدقاء والأهل العائلة باش تعُم الفائدة والناس يعرفوا أشنو كياخدوا. زيت الزيتون خاصك تاخدوه يعني من عند ناس موثوقة، والله يهدي الجميع. إلا ما كانش يعني الواحد كيعرف ناس موثوقة، من الأحسن نفضّل نشري يعني زيت من المحلات، زيت يعني شركات أو زيت معروف. كنقولوا أقل ضرر، أقل ضرر هذاك كتعرفوا أنه زيت زيتون مخدوم في شركة معيّنة وكيكون أقل ضرر. من أحسن من ناخدو يعني حاجة فيها يعني هاديك الفانيدة ما عرفناهاش ديالاش، فيها ملوّن غذائي وكيضيفوا ليه بعض من زيت الزيتون باش يعطي ديك النسمة أو المذاق ديال زيت الزيتون. يعني ما كيكتفيوش غير بهذا الزيت، كيضيفوا هذيك الفانيدة باش تعطي اللون، وكيضيفوا واحد الكمية قليلة على هذاك الزيت وكيبيعوها لك بسعر غالي. يعني مثلا لتر معروف ديال زيت يعني تقريبا مداير 20 درهم، وغتزاد عليه هذيك الفانيدة وغيتباع لك ب 2400 ريال. يعني راه ثمن واحد الفرق كبير، واحد الربح اللي كبير، ولكن هو ماشي ربح. يعني من غشنا فليس منا. ونتمنوا الناس يعني ياخذوا فكرة ويعرفوا هاد الغش في هاد المواد. والفيديو الجاي إن شاء الله غادي نقدم لكم فيديو على منتوج آخر حتى هو فيه الغش، وهاد المواد كلها كتضر بالصحة. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو بزاف، وشكرا لكم. وكما طلبت منكم يعني فضلا وليس امرا، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. اللايكات يعني كتخلي الفيديو انه يشوفه اكبر عدد من الناس. وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.